اهلا بكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام. هذا مخيم الخور، احد المخيمات المجهزه كقرى للمشجعين، ومجهز بملاعب بدل وعلى السيف وغير الانشطه الاخرى، وكذلك في مثل الفي اي بي اللي لهم غرف خاصه، او سوري المخيم عباره عن غرفه بركه سباحه ومخيم للسكن ومجلس ومطبخ وغرفه طعام، والترتيب حقيقه على ملعب بدل بعد؟ ها؟ ما شفت ملعب بدل؟ اي ما شاء الله، ترى مايد كل يوم يلعب بدل هناك بعد. ما شاء الله. بعد؟ شو اسوي لك؟ بس اللي هناك يعني هذا يعني تجربه فريده تعتبر من نوعها، وهذا يغير لك نوعيه السياحه في قطر. الان يبتدي مايد ان انت تنوع سياحي، تنوع فندقي. الاول ما عندنا اشياء وايد يا جماعه الخير، خلينا نكون صريحين يعني. اليوم في تنوع، وان شاء الله مثل هذه المشاريع انا اقول تستمر الى ما بعد كاس العالم. اكلمكم على وضع المخيمات، مخيم الخور مثلا او المخيمات الثانيه، لكن لما نتكلم على اليوم على ابراج كتارا اللي في الوسيل، على الفنادق الثانيه والمختلفه في قطر، منتجع سلوى وغيره وغيره، يمكن الحين ما قام تحضرني الاماكن، لكن الواحد يقول ان هذه الاستدامه اذا معناته ان انا كنت محتاج الى تنوع الوجهات السياحيه في قطر، فاصبح عندي فعلا. اليوم انا في مكان اللي هو ميناء الدوحه القديم، في بوتيكات حلوه شيء مثل الشقق والغرف الفندقيه اللي حتى على طراز. حتى في كتارا تم افتتاح فندق كذي اليوم، من احلى وارقى المنتجعات والفنادق على مستوى العالم، وما في منه في العالم الا 5 أو 6 فنادق بس، في المالديف وفي عمان وقطر، واعتقد المانيا ولا انجلترا، الحين بعد راح بالي. منتجع زلال، منتجع سلوى، البنانه، منتجع سيرين القديم المتجدد. يعني في عندكم فنادق اللي موجوده في كل مختلف مناطق قطر، اللي الواحد ممكن اليوم يحس ان انا فعلا عندي مختلف او تنوع في الفنادق وطريقه حتى السياحه الفندقيه في قطر. خالد 76 استضفنا كاس الخليج الرابعه. 76 صح. 76 كان ما عندنا الا فندق واحد، فندق اسمه فندق الخليج. اي صح. اللي مكان 974 بالضبط. جددوه فندق واحد هو صح. الحين هو الخليج نفسه صار فندقين على فكره. 3 فنادق بعد اظن الماريوت ولا كان ماريوت الخليج، الحين بعد تغير اوركس اظن، لا مش شو اسمه. والله اليوم انا شوي كنت انسى. المهم الرماده بعد. لا رماده قبل، رماده صوب عقب الثمانينات. اي فهذا الكورنيش تشوفونه قدامكم، هذه الواجهه البحريه ترى اغلبها اليوم فنادق العلم يعني. فالله يحفظ لنا بلادنا، وواحد يستمتع بمونديال خرافي، مونديال جميل ان شاء الله. على فكره اللي تشوفونه قدامكم ارجع اقول بعض من فنادقنا وشققنا الفندقيه اللي موجوده في الخليج. خالد انت وين ساكن؟ انا في الشقق اسمها بن محمود بلازا. حلو. اي نعم. شقق فندقيه. شقق فندقيه نعم. انا اخذت هذه الشقق الفندقيه متعمد عشان عائلتي، لان الخيارات كثيره، لكن هذه مناسبه للعوائل المجموعات. الشقق احسن للعائله احسن. اي نعم، وفيها مسبح في الاعلى، وفيها كل الخدمات، صراحه رائعه جدا يعني. حلوه. أي. حلوه. واعتقد انت ورا السيقال ساكن صح؟ انا في منطقه اسمها بن محمود. منطقه بن محمود. اي شارع السد، يعني منطقه حلوه صراحه، قريب من السد. اي قريبه من المترو. الفندق كامبريسكي اعتقد جزيره اللؤلؤه يسكن المنتخب الامريكي يا شباب. هذا صحيح. المنتخب الامريكي. المنتخبات اليوم انا اقدر اقول هالكلمه، تدلع. صح. المنتخبات اليوم تدلع في عمليه الاختيار فندقها او منتجعها. السعوديين راحوا صوب سلين، الالماني راح صوب منتجع زلال، فندق المسيله اظن خذوا المنتخب الفرنسي منتجع، المنتخب البرتغالي راحوا الشحانيه، الانجليز الانجليز راحوا سوق الوكره القديم. كل الاذواق اخي خالد موجود، كل الاذواق. اي كل الاذواق، احسنت. وتنوع حلو جميل حقيقه. ف اليوم الى جانب ان المنتخبات في بعضها بتطلع على طول بتنشط عندك الحركه السياحيه الفندقيه، ان انا في النهايه باسكن في الفندق، مثل الفندق العائم حاليا اللي عندنا هنا في ميناء الدوحه. للحين ما بدات البطوله والناس راحوا وحجزوا وسكنوا، حتى اهل البلد نفسهم يعني يحبون هذه الامور، يحبون هذه السوالف، ان الواحد ياخذ اهله ويطلع ويروح ويستانس وينبسط ويغير جو. كلامك ابو جاسم، احنا حاجزين يوم الاثنين ان شاء الله في هالفندق.
في الباخره ودنا نعيش تجربه صراحه، فحجزنا فيه يوم في الاثنين. الفندق العام. نعم. حلو. انا عندي خالد احسن اختيار استراليا. قول وين استراليا؟ في سيد خليفه في سباير. اكاديميه سباير. اي في اكاديميه في الاكاديميه. اي نعم صح. في الاكاديميه ملاعب عندهم بدل الملعب عندهم 6 ملاعب. يمشي بس ينزل من غرفته 10 متر يدخل الملعب. عنده من افضل صالات الجيم على مستوى الدوله في عنده احلى حديقه في قطر كلها. احلى حديقه وعنده كل شيء. عنده المجمع فيلاجيو 5 دقائق مشي بالاغنام. المطاعم حواليه. عنده الفنادق احسن. اعتقد هم توفقوا استراليا. هو بعد منتجع مش طبيعي ها، حتى سبيتار عندهم كل شيء عندهم. كل شيء عندهم. اختيار صراحه موفق جدا جدا. هم الافضل اختاروا. وين جاتهم الفكره انا ما ادري. ليش هو اللي يختار ولا الفيفا يختار؟ لا هم يختارون. هم يختارون بس لازم موافقه الفيفا. شفتوا هالمنتجع اللي قدامكم؟ هذا المنتجع اللي يسكنه منتخب بلجيكا في منتجع سلوى. هذا المنتجع الجميل في حديقه مائيه. مذهل ما شاء الله. حلو صراحة أخوي خالد، أنا رحت المنتجع سلوى قبل ربما في كأس العرب. كنا حنعمل معسكر هناك مع نادي قطر. شيء خيالي صراحة لله، شيء ممتاز في الغرف، في الجيم، المسبح بتاعه، الملعب بتاعه، وعن قرب في يعني المكان مغلق، ما كاينش اللي ممكن يدخل، كاين امان. حتى بالقرب عندك 200 متر ففي بارك اذا بغيتي تلعب اللاعبين ديالك فور فان. السايكولوجي انهم يلعبوا مسابقات، فتنظر ان المكان جد ممتاز. احنا عسكرنا قبل كاس افريقيا 2019 اللي فزنا بها، عسكرنا في الكامبانسكي نفس امريكا من الحين. اي حلو. كامبانسكي اللؤلؤه. كنا كنا نتمرن في ملاعب جامعه قطر، الملاعب الجديده. 10 دقائق. ايه ولا شيء، وعندك كلك امامك المولات وكل شيء. صراحه جامعه قطر خذوا منتخب اسبانيا ومنتخب الارجنتين. هذا خالد منتخبنا هنا. اي نعم. هذا منتخبنا. فندق العزيزيه. عزيزيه بوتيك. عزيزيه بوتيك. جنب الاكاديميه في ظهره. مش بعيد على اسبانيا. والملاعب نفس الشيء، ينزل من الغرفه 100 متر يدخل ملعب. وخصوصيه تامه. دائما بيعطينا مردود كويس يعني. ان شاء الله هلا الفي اي بي هذا الخيالي يرجع بالمطعم في المقابلات وبالنتائج يعني.